السلام عليكم يا شباب، اهلا بيكم في فيديو النهارده. ان شاء الله هنعرف ايه هو كلاد بوت وليه كل الناس بتتكلم عليه، وهنعرف كمان خلال الفيديو ازاي بنشغله على الفي بي اس خطوه خطوه، وهنعمل بيه اول مشروع ان شاء الله. وبرضه هنرد على الاسئله اللي تخصه من ناحيه المخاطر، وليه ما بنشغلوش على جهازنا الشخصي، وليه بنشغله على الفي بي اس. كل ده ان شاء الله خلال الفيديو. طيب يا شباب، اولا بس ايه هو كلاد بوت وايه استخداماته او ايه قدراته، وليه بنستخدمه على الفي بي اس مش على جهازنا الشخصي؟ طيب بكل بساطه كلاد بوت هو اي ايجنت حقيقي، يقدر يشتغل معاك 24 ساعه في الاسبوع، يرد عليك، يبعت لك، يذكرك بحاجه، يقدر ينفذ اوامر حقيقيه على التيرمينال كوماند. تمام، يقدر يكتب سكريبت، يقدر يخش على الفايلز بتاعتك، يقدر يشوف ملفاتك، كلمات السر. طبعا دي من المخاطر بتاعته لو هو على جهازك الشخصي، فعشان كده لا يفضل ابدا تشغله على جهازك الشخصي، لانه هو ليه فول اكسس اصلا على الجهاز. تمام. كمان يقدر يفتح مواقع، يملى فورمز، يستخرج بيانات. كل ده ليه واكتر من كده كمان، لسه بنستكشف اكتر واكتر. تمام، عشان كده بنستخدم في بي اس نحط او نشغل عليه كلاد بوت. طيب ايه هو الفي بي اس؟ بكل بساطه وبكل شرح مبسط، هو جهاز انت بتاجره عند شركه. تمام، ايا كان الشركه، اذا كانت هوستنجر، رؤيا اي اي، ايا كان، هي دي بتستضيف لك او بتشغل لك جهاز عندها وانت بتفتحه من خلال جهازك. تمام، اتمنى يكون الشرح مبسط خالص، ويلا بينا نبدا على طول نشوف ازاي ننزله وازاي نستخدم الفي بي اس. طيب احنا لو دخلنا دلوقتي كتبنا كلاد بوت في السيرش، هيفتح لنا الصفحه دي الرسميه تبعهم. تمام. هي ما فيهاش اصلا غير بس الكوماند اللي احنا هنستخدمه في التنزيل. تمام، طبعا هو هيكون الشكل عندك الامر بالشكل ده على باور شيت او سي ام دي، ولكن احنا هنعمل تشينج هنا، نختار لينكس. تمام، ده الامر اللي هنستخدمه واحنا بننزل على السيرفر. تمام. طيب خلينا دلوقتي نخش على رؤية اي اي، تكتب في السيرش رؤية اي اي وتخش على اول اختيار هيظهر لك، عشان نشتري الفي بي اس او نأجر الفي بي اس عشان نقدر نستخدم كلاد بوت عليه. تمام، وخلينا هنا ننزل في الجنب نختار في بي اس ماركت. تمام. طيب هيظهر لك هنا المانج ابس اللي هي تبع فيها في بي اس لان ان، وطبعا باقاتهم مختلفه، ولكن هنخش هنا على كلاود في بي اس. طيب هيظهر لك هنا 3 باقات مختلفه، احنا ممكن نختار اول واحده، هي تكفي اصلا لان احنا نشغل كلاد بوت بشكل كويس جدا. وطبعا هنا الاختلاف بس في الموارد. تمام، هنا طبعا برضو عندك مده الاشتراك او الباقات الموجوده، الشهر و3 شهور و6 شهور لحد السنه. طيب هنا هنملى البيانات، الواتساب، رقم الواتساب عشان الدعم، لو اتصلت مع الدعم او الدعم يتصل معاك. هنا الدومين ممكن تسيبه عادي جدا، السب دومين. وفي هنا الاختيارات اللي طريقه الدفع، فودافون كاش، انستا باي، كريبتو. تمام، ولكن انا هختار فودافون كاش وهختار الرقم اللي هحول عليه. تمام، وحمله البيانات وارجع لكم تاني. طيب هنا بعد تقريبا 10 دقائق في جزء ماي في بي اس لقيت الفي بي اس ظهر. تمام، هنا ده ايه بالظبط؟ ده الاي بي الخاص بالسيرفر. تمام، وتحت هنا اليوزر نيم وبعديها الاس اس اتش كي، تمام، او الباسورد بتاع السيرفر. طيب هاخد ده هعمل بيه ايه بالظبط؟ هقول لك بالتفاصيل. طيب هننزل من هنا، هنكتب هنا في السيرش سي ام دي. تمام، هيظهر معانا اول اختيار هنضغط عليه، دي كده التيرمينال الخاصه بجهازك، احنا هنشغل الفي بي اس على جهازك. تمام. طيب دلوقتي هنضغط هنا، ده ملف انا جهزته عشان نقدر نشغل بيه الفي بي اس. طيب هنا عباره عن ايه الامر ده؟ الاس اس اتش ده ده المفتاح اللي هنبدا نشغل بيه. الروت ده اليوزر نيم بناخده من جزء الماي في بي اس عندك على رؤيه. بعد كده هنا الاي بي. طيب هنضغط هنا كده، هناخده كوبي ونقدر نحطه هنا كده، انتر. طيب هنا بيطلب مني الباسورد، هروح على رؤيه واجيب الباسورد واحطه هنا بالشكل ده كوبي. طيب الفي بي اس اشتغل معاك وظهر معاك اللوجو ده، يبقى انت كده ماشي في الخطوات الصح. طيب هنبدا نحط الاوامر الثانيه. هنا ده امر التثبيت، ممكن تجيبه من ملف او تجيبه من كلاد بوت نفسه من الصفحه الرسميه، هو كده كده نفس الامر عموما. تمام، نضغط هنا كليك انتر وننتظر تقريبا 5 دقائق او اقل من 5 دقائق وهيكون اتحمل معانا. طيب ما كملش 5 دقائق واشتغل معانا. تمام، وهنرجع فوق هنا نقول ان احنا حطينا الامر لتنزيل كلاد بوت. تمام، وظهر معانا اللوجو بتاع رؤية او الفي بي اس. تمام،
وطبعا هنا قلنا خلاص اشتغل معانا كده. طيب هنا بيقول لك اندرستاند الريسك، المخاطر بتاعه كلاد بوت، واحنا طبعا بلغنا بيها وقلنا تمام مخاطرها، وهنقول برضو في اخر الفيديو. تمام، هنضغط يس عشان يقدر يكمل معانا. طبعا انت بتتحكم من الكيبورد، تضغط انتر. هنا كويك ستارت تختار الاختيار ده. طيب هنا بيقول لك هتختار ايه بالظبط، يعني هنا الموديل اللي بيشغل، اللي هيشغل كمان كلاد بوت ده نفسه هنجيبه منين. احنا ممكن نختار في اختيارات كتيره، طبعا في منها مدفوعه وفي منها مجانيه، بس استخدام بسيط يعني. طبعا احنا هننزل لحد جوجل كده، تمام، وهنضغط جوجل جيميناي اي بي اي كي. تمام، اول اختيار نضغط انتر هنا. هنكتب هنا جوجل استوديو. تمام، هنا ده بيوفر اي بي اي مجاني للاستخدام يعني بسيط، ولكن خلينا نعمل جيت ستارت وهنشوف مع بعض. تمام، اجري، كونتينيو. طيب هننزل تحت هنا هتلاقي جيت اي بي اي كي، هنضغط عليها. هنعمل هنا كرييت اي بي اي كي، خليه نفس زي هو نفس الاسم مفيش مشكله، وخلينا نعمل كرييت كي. خلينا نشوف. طيب ممتاز جدا، خلينا كده ناخد ده كوبي ونرجع على التيرمينال، نحط كليك هنا، نضيف الاي بي اي، نقط انتر. طيب هنا بيقول لك هتستخدم اي يعني انهي موديل من الاي بي اي ده. هنختار اللي هو فلاش لايت، ده مجاني الاستخدام. وهنا هنبدا نختار التليجرام. هنا طبعا السكيلز او المواقع او المنصات اللي هو بيشتغل عليها، هنختار تليجرام ابسط حاجه حاليا. وفيديوهات قادمه طبعا هنبقى نستخدم، هنوريكم نستخدم زي الواتساب وغيره طبعا. نضغط انتر. طيب هنا طالب منك البوت توكن، تمام، اللي هو الاكسس توكن من البوت فازر. طيب هنخش على التليجرام كده، هنجيب البوت فازر. تمام، هنا بكل طبعا اهم حاجه تاخد بالك من علامه التوثيق. نضغط على نيو بوت، هيظهر معاك ان هو بيقول لك اختار الاسم. اخترنا اسم كلاد، تمام. وهنا بيقول لك ضيف الاسم او الاي دي اللي هنحطه، تمام. وبعد كده بيظهر لك هنا الاكسس توكن. هي بكل بساطه جدا وشرحناها قبل كده في كام فيديو. هناخده كده كوبي ونرجع على التيرمينال، بيست، ونضغط انتر. تمام، هنا اشتغل معاك زي الفل. طيب هنا بيقول لك انت عايز تعمل كونفرجيت مع السكيلز دلوقتي. ايه السكيلز دي بالظبط؟ هي الادوات اللي هو بيستخدمها، تمام. طبعا احنا ممكن نخليها فيديو تاني طبعا، ولكن خلينا نضغط انتر كده. طيب الهوم بير دي بتبقى مكتبه يعني اوبن سورس، بيقدر يستخدمها في برضه في الادوات. برضه ممكن نضغط يس عليها، نضغط انتر. هنا هنختار ان بي ام. طيب هنا بيقول لك انت محتاج تربطه بايه، او هيشتغل مع ايه بالظبط، السكيل مثلا اللي انت عايز تختارها له. ولكن انا هنا هختار سكيب فور ناو، يعني مش دلوقتي. تمام، نضغط الاول سبيس او مسطره، بعدين انتر. تمام، هنا بيقول لك عايز تدخل جوجل بليس او جوجل بليس اي بي اي، هنضغط هنا نو. بعد كده برضو نو. بعد كده بقى تقريبا كل الاختيارات هنا نضغط عليها نو، مش عايزين نسجل حاجه هنا. برضو فيما بعد طبعا هنسجل ليفل لابس او حاجه عشان لو عايز تواصل معاه صوتي، هنضغط نو برضو. تمام، هنا بيقول لك انيبل هوكس. تمام، هنا بيقول لك يعني انت عايزه يعمل لك ايه بالظبط، هل يسيف داتا، يحفظ السيشن اللي هو هيكون معاك، الميموري. طبعا هنضغط على كل، هننزل على كل واحده ونضغط مسطره او سبيس، وبعد كده هنطلع نعمل انتر. تمام، وننتظر. هنا بيعمل انستول للجيت واي اللي احنا عملناها حاليا او هو بينشئها حاليا. تمام، هنا بيقول لك انت عايز يكون شكل البوت او تقدر تتواصل معاه عن طريق ايه بالظبط، او يكون شكله عامل ازاي. هنختار داشبورد هنا، هنختار ويب يو اي، ونضغط انتر. تمام، هنا بالفعل كده يعتبر خلص، والمفروض نشأ اليو اي او الداشبورد اللي احنا هنستخدمها. وجايب لك هنا في داشبورد ريدي، جايب لك لينك المفروض احنا نستخدمه حاليا عشان نقدر نشوف يعني الداشبورد. تمام، هناخده كده كوبي. طيب هنا دلوقتي هنخدنا رابط اليو اي ده او الداشبورد، هنروح هنا على السيرش نحطه. تمام، ونجرب.
طيب هنا هيحصل معاك مشكله، وده طبيعي جدا لان احنا ما فتحناش الجيت واي عشان يقدر يشتغل او يعمل الداشبورد. طيب هنرجع للسيرفر تاني كده ونفتح هنا الملف، هناخد اللينك ده كده او ناخد الامر ده ونحطه على التيرمينال، انتر، وخلينا ننتظر. طيب هنا طبعا بيواجهك مشكله، هنطلع كده هنا ونفتح كمان CMD، نضغط عليها. طيب كده فتحنا، احنا عندنا تيرمينال للسيرفر وعاملين تيرمينال للجهاز نفسه. طيب من الجهاز نفسه هنفتح الملف وناخد الامر ده. الامر ده بيفتح جيت واي عشان تقدر تشغل اليو اي او الداشبورد للكلاد بوت. تمام. طيب هو عباره عن ايه وانا هضيف ايه هنا؟ انت مش هتضيف بس غير اليوزر نيم، وكمان هتضيف الاي بي اي الاي بي بتاعك. تمام. هناخد الامر ده كده كوبي ونحطه هنا كده، نضغط انتر. طيب احنا هنا هنحط الباسورد كده، نضيف الباسورد. تمام كده، طالما جاب معاك الشكل ده وفتح معاك اللوجو تاني يبقى انت كده ماشي صح 100%. طيب هنفتح معانا الملف كده وخلينا نخش على السيرفر هنا. تمام. وناخد الامر الستوب وعشان نقدر نشغله تاني نضغط انتر، وخلينا ننتظر كده دقيقتين بالظبط او اقل من دقيقتين. طيب كده وقف بالفعل معانا. خلينا نشغله بقى على الجيت واي او البورت اللي احنا عملناها. خلينا نضيف الامر كوبي انتر. طيب طالما ظهر معاك كده يبقى شغال 100%. تمام. طيب خلينا كده نخش على، نطلع فوق نجيب الاكسس توكن تاني او اللينك تاني بتاع الداشبورد. ممكن يشتغل معاك على اللينك ده او اللينك اللوكال هوست. تمام. بص اخش هنا على السيرش، حط انتر. طيب بالفعل 100% شغال، هيلث اوكي. تمام. تقدر هنا تبعت له بقى، تكتب له مثلا اي حاجه، نكتب له مثلا اهلا ونشوف ايه اللي هيحصل. اهلا بك. تمام. ممكن تبلغه هنا عايز اربط التليجرام، طبعا عذرا على الكتابه. طيب خلينا كده نروح هنا على التليجرام تاني. طيب فتحنا التليجرام، هنضغط هنا على اللينك بتاع البوت وخلينا نعمل ستارت. طيب جالك رساله بالشكل ده كده، ناخد المسج دي كوبي برين كود، خلينا نكتب له هنا مثلا كلمني على التليجرام ده. خلينا نضغط انتر نشوف ايه رد الفعل. تمام. اسم الخاص بيك والاي دي الخاص بيك. تمام. خلينا كده نرجع للتليجرام وناخد المسج دي كوبي، تواصل معي عبر التليجرام، نضغط انتر. طيب هنا محتاج ان احنا ناخد الامر ونضيفه على التيرمينال عشان يقدر يعمل اقتران او يقدر يربط التليجرام. تمام. خلينا كده نخش على السيرفر. تمام. طيب دي تكون شغاله زي ما هي. هنخش على السيرفر، نحط الامر انتر، ننتظر. طيب هنا ممتاز جدا، اشتغل وجاب لك ابروف. تمام. يبقى كده 100% المفروض شغال. خلينا كده نرجع للكلاد بوت، نكتب له اقترن بالتليجرام. طيب يا شباب احنا هنا اخدنا التيرمينال رقم 2 اللي احنا لسه مدخلين عليها الامر رقم الثاني الاخير اللي هو كان بنشغله على الجيت واي. تمام. طيب هنا الموافقه على الربط مجرد الانتهاء لقد تلقيت رمز الاقتران. طيب هو كده
اتلقى او وصل له الامر اللي احنا ضفناه على السيرفر. خلينا نعمل له موافق ونشوف ايه اللي هيحصل. ممتاز جدا، لقد تم الاقتران بنجاح. طيب خلينا كده نجرب ونشوف فعلا هل هو اشتغل ولا لا. اهلا. طيب هو تايبنج اهو، ممتاز جدا كده شغال معاك كلاد بوت 100% بدون اي مشاكل، بنفس الخطوات اللي احنا عملناها. تمام. طيب طبعا تقدر تزود له بقى معلوماتك، تقدر ترفع ملف، تقدر تعرفه بنفسك، وهنشوف برضو نقدر نعمل ايه تاني عليه. تمام. وفي برضو جزء هنا كنترول او الاوفر فيو، برضو تقدر تضيف له مثلا ملف او عايز حاجه يرد عليك بيها او يعرفك بيها تقدر تضيفها. تمام. وكمان هنا تقدر كمان تضيف له مثلا تقول له انا اسمي حجاج وانت اسمك جيمي مثلا. تمام. هو بيسيف عنده في الداتا. تمام. وتقدر بقى تكتب له مثلا اللي انت حابه بقى، يعني مثلا عايز ترفع له ملف شغله زي ما بلغتك، تعمل يعني خليه يعمل اي خدمه. مثلا على سبيل المثال تقول له فكرني مثلا الساعه 5 كل يوم او يوم الجمعه ان انا اكلم فلان الفلاني هيشتغل معاك. وطبعا احنا بكده يا شباب نجحنا ان احنا نعمل بوت على كلاد بوت. تقدر تكتب لنا في التعليقات انت محتاج ايه بالظبط او خدمه ايه، واحنا ان شاء الله هنفيدك. طبعا يا شباب زي ما بلغتكم لازم يشتغل على VPS مش على جهازك الخاص، عشان البرومبت انجكشن او ان هو الاختراق اللي بيحصل عن طريق البرومبت انجكشن يقدر يبعت للبوت الخاص بيك يسحب كل ملفاتك والداتا الخاصه بيك. ولكن احنا كده سكيور بنسبه نقول 90%، بلاش 100%، ان هو ما يوصلش لاي داتا، ما يوصلش لاي حاجه. وان شاء الله. وشكرا لكم يا شباب.